السلام كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم لاباس؟ هانيه اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم. اليوم جيتكم فيديو جديد وروتين جديد. جيت نشارك معكم كيكه اقتصاديه وسهله ب10 دراهم غادي نحتاجو فيها كما كتشوفوا كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، 5 البيضات، حامضه نحكو القشور ديالها، 3 ديال الخمارات، والطحين على حساب انا درت 2 كيسان ونص. ودابا على بركه الله غادي نبداو. عندي مونينيكس غادي ندير فيها البيض، 5 البيضات. اللي عندها الطراب اليدوي، انا حيت ما عنديش الطراب اليدوي غادي نكتفي غير بمونينيكس. كما كتشوفوا راني هرست البيض وغادي نزيد عليه دابا سكر سنيده والزيت والحليب كما كتشوفوا، وغادي نطحن كلشي في مونينيكس. صراحه تجي ساهله واقتصاديه كما قلت لكم، طلعت معايا غير ب10 دراهم. الحدقات ينوضوا يتقداو داكشي اللي خاصهم. وها هي كيكه موجوده للكوتي كما كتشوفوا، راني كنطحن فيها. وهذا المول، وممكن موجده المول اللي غادي ندير فيها الخليط. تدهنوه بشويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين، غير شويه كما كتشوفوا. ودابا راني خويت الخليط ديالي وغادي نزيد عليه شويه ديال الطحين. كما قلت لكم انا هزيه 2 كيسان ونص ديال الطحين كما كتشوفوا. 2 كيسان، انا درت 2 كيسان، ومن بعد فاش لقيتها شويه بقى خفيفه زدت ليها نص كاس، حيت انا عبرت كلشي في هذا بالعبار كما كتشوفوا. و3 ديال الخمارات. صراحه كما قلت لكم كيكه اقتصاديه وسهله، وصراحه تجي بنينه كما كتشوفوا. ودابا غادي نبقى نخلطو. راني درت الطحين كما شفتوا والخمارات 3، ودابا كنخلط في الخليط ديالي ها بشويه كما كتشوفوا. انا هذا الخليط جاني شويه خفيف، داكشي علاش زدت نص كاس الاخر اللي بقى عندي كما كتشوفوا. انا غادي نزيدو دابا نص كاس، هي دات ليا 2 كيسان ونص ديال الطحين. وانتم عينكم ميزانكم. وما تنساوش عاوتاني على حساب الطحين، كل طحين والشكل ديالو. انا هاد الكيكه دات ليا 2 كيسان ونص كما كتشوفوا. وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم مؤخرا وعلى التعليقات ديالكم الزوينه، كنشكركم بزاف. صراحه نتوما اللي كتشجعوني باش ديما نجيب لكم الفيديوهات جداد. شكرا بزاف على التفاعل ديالكم والكلمه الزوينه اللي تتقولوها فيا. شكرا بزاف وعلى التفاعل. كما كتشوفوا دابا الزيت حامضه غادي نحك غير شويه، ما توصلوش حتى القشره البيضاء، غير شويه، غير ديك الصفرة صافي. صراحه كتخلي مذاق زوين في الكيكه.
غير شويه وصافي، ماشي بزاف. صراحه الحامض توتا هذا بزاف في الكيكه. صراحه انا تعجبني المذاق ديال الحامض كما كتشوفوا. واش كتعاودوا؟ واش لاباس عليكم؟ واش كاين شي برد؟ كاين صراحه هنا ما كاينش بزاف، مشمشه، الا غير اليوم مشمشه بزاف. كما كتشوفوا راني كملت، وقلت لكم المول ديال الكيكه تكونوا داهنينه بشويه ديال الزيت وشويه ديال الطحين كما درت انا، وتخويو الخليط ديالكم، والفران يكون مشعول. انا قبل ما نبدا راني شعلت الفران، وغادي ديروا على، الا كان عادي غادي تديروا غير بين وبين، الا كانت هذا الدرجات شوفوا نتوما على حساب الفران ديالكم. ودابا غادي نهزو الكيكه ديالنا وغادي نخشوها في الفران طيب. ها هي الكيكه ديالنا وجدات معنا، ودابا غادي نخشوها في الفران طيب كما كتشوفوا. الفران كما قلت لكم غادي يكون سخون. دابا درنا الكيكه ديالنا في الفران طيب، ودابا غادي ندوزو نحضر معاكم واحد لاصوص باش نديروها، نزينوها الكيكه من الفوق. كما كتشوفوا راني درت كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب، وغادي نديرو في مولينيكس. ومن بعد غادي نبقى نزيدو تدريجيا الكاكاو والمر، غير معلقه معلقه. صراحه انا درت ليا شي 3 المعالق بحال هكاك. صراحه لاصوص تيجي واعر زوين بحال الشكل ديال دانون، كتحضريه في الدار وتزيني به الكيكه ديالك، واقتصادي كما قلت لكم. فيه غير كاس ديال سنيده وكاس ديال الحليب وكاس ديال السنيده والزيت وديال الحليب كما كتشوفوا. وتندير هذا الكاكاو المور تدريجيا، هذا على ما يعقد عليا، يعقد الخليط كما شفتوا. ودابا كملنا، راه الخليط ديالنا عقاد كما كتشوفوا. صراحه تيجي واعر وزوين في المذاق ديالو، واخا تاكلو غير هكا صراحه تيجي زوين وبنين. هذا هو الشكل ديالو النهائي. كما كتشوفوا الكيكه ديالنا راه وجدات. ودابا ندوزو لطريقه التزيين ديك لاصوص ديالنا اللي وجدنا. صراحه تجي زوينه بزاف، جربوها. تتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تدعموني باللايك ديالكم باش ديما ان شاء الله نجيب لكم الجديد. وإلا كنتوا اول مره تشوفوني ما تنساوش تشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش ديما ان شاء الله يوصلكم الجديد، ونبقى ندير لكم فيديوهات جداد وروتين جديد. وتنشكركم بزاف بزاف على التعليق ديالكم الزوينه وعلى التفاعل ديالكم. وهذه هي الكيكه ديالنا، صراحه تجي زوينه وبنينه. تتمنى تجربوها حتى نتوما، وهاد لاصوص حتى هي ضروري تجربوها. تجي بحال الا كما قلت لكم بحال دانون. جربوها وردوا عليا الخبار. تنشكركم بزاف بزاف. وهذه هي الكيكه ديالنا، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وشكرا والله يعاونكم، ولقاكم في فيديو جديد وروتين جديد.